هنعمل النهارده البليلة تنفع معانا ساقعة وسخنة، تنفع معانا في الجو الساقع وتنفع معانا في الجو الحر. وجبة غذائية للفطار حلوة جدا، كل فيها الفيتامينات كاملة، تنفع حلوة قوي مع الرجيم. وبرده وجبة عشاء حلوة جدا فيها كل الفيتامينات اللي نحتاجها، طريقتها سهلة جدا. يلا نبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه انا معايا ربع كيلو خل البليله، نقعاه غسلته كويس جدا ونقعته ليله كامله. طب انا نقعته ليه؟ بيسهل معايا في عمليه السوا جدا، ما ياخدش معايا بالظبط نص ساعه وتستوى معايا البليله، كل ما تسيبها تغلي. تمام كده. ربع غلة البليله حطيت عليه كيلو لبن حليب كامل الدسم، كيلو لبن حليب كامل الدسم. بس بعد ما يستوى معايا البليله، لو الميه قلت معايا ازودها ميه لحد ما البليله تستوى معايا. حطي بقى مقدار السكر اللي انت عايزاه على قد ما بتحبيها محليه. عايزه تحليها وقت ما انت هتاكليها تمام، عايزه تحليها في وقت ما انت خلاص حليتيها وحطيتيها في التلاجة وتطلعي تسخني تاكلي على طول تمام. حطي عليها معلقتين جوز هند. عايزاها برضو ساعة الغلي وانت بتسويها حطي معلقتين جوز هند، دي يعني دي اختياري مش اجباري. عايزاها بقى ساعة ما انت تحبي تاكليها كده، عشان في بيحبوا وفي مش بيحبوا، فساعة لما انت بتقدميها حطي عليها جوز هند. تمام كده. طبعا انا هنا عاملاها سخن وساقع، في عندنا بيحبها سخن، انا بحبها ساقعة. يعني ايه بقى، احطها في التلاجة كده وتسقع وحبليها حبة جوز هند وزبيب، بجد بتبقى طعمها بالنسبة لي رهيبة جدا مقارنة للسخنة. كمان لو إحنا عايزينها تبقى وجبة غذائية مفيدة جدًا وكمان ما تتخنش معانا، ما نحطلهاش سكر، ناكلها كده باللبن من غير سكر، هتبقى وجبة غذائية مفيدة جدًا للرجيم وبتساعد جدًا في التخسيس كمان. بس ما نحطش عليها سكر. شايفين الجمال؟ بجد يا جماعة أكلة البليلة دي بالنسبة لي أحسن أكلة، مفيدة جدا ومغذية. لو عجبكم الفيديو والطريقة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.